مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور عقيد علي، اختصاصي بالأمراض الهضمية. خلونا نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء النور، أهلا وسهلا مستمعينا. دكتور عقيد اختصاصي بأمراض الهضمية. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا هام مهم، من الحالات الشائعة اللي بتزور العيادات سواء كانوا الأطفال أو الهضمية. عنوانه بالخط العريض الداء الزلاقي، أو بين قوسين بالعامية هو سوء الامتصاص. شو هو المرض هذا؟ شو بتعرفوا عنه؟ أكيد الدكتور رح يشرح لنا إياه ويعرف لنا إياه بشكل موسع، أسبابه، أعراضه، علاجه، كيف بيتم التشخيص، وكثير من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور عقيد. طبعا إذا فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429-101، أو عبر البث المباشر راديو بوير أو بوير عربي، بكومنت سؤال رح نجاوب على أسئلتكم بما يخص الأمراض الهضمية أو موضوعنا لليوم. بوجه سلام لزملائي بالكنترول شيرين ومروان، وخلونا نبلش لقائنا. بداية دكتور، خلينا نعرف للمستمعين شو هالمرض هذا. بالبداية طبعا تحياتي لكم لإذاعتكم ولمستمعينكم ولمتابعينكم بشكل عام. هلا مثل ما حكيت أستاذ عماد، هلا بالنسبة للداء الزلاقي علميا نحن نسميه الداء الزلاقي أو السيلياك ديزيز، وبالعامية بيسموه سوء الامتصاص. طبعا سوء الامتصاص بيضم كتير أمراض، بس أشع مرض منهم هو الداء الزلاقي. إذا بدنا نعرفه كتعريف، طبعا الداء الزلاقي هو مرض مناعي ذاتي بينتج عن حساسية للجلوتين. حساسية الجلوتين، طبعا الجلوتين هي بروتين موجود بالقمح بالشعير. أكتر شيء بيعمل حساسية بالأمعاء. هذا طبعا سببه مناعي. بيصير في عنا شيء اسمه نسميه ضمور بالذغابات المعوية، وبصير سوء بالامتصاص. هذا يعني كتعريف مبسط للمستمعين. دكتور، هلا دائما المستمع بيسأل حاله انه والله يا ترى كيف بيجي شكل هالمرض هذا؟ عندي طفل بدي يعني اعرف انه سواء كان معه سوء امتصاص او لا، كيف بتجي العلامات؟ شكل المرض كيف بيجي؟ تمام. هلا بالنسبة قلنا هلا اذا بدنا نقول مثلا مكان الإصابة وين، الداء الزلاقي بيصيب الأمعاء الدقيقة. يعني هو الالتهاب بيصيب الأمعاء الدقيقة بشكل عام، ولكن بالأخص أكثر منطقة الإصابة هي العفج، هي القطعة الأولى من الأمعاء الدقيقة فينا نسميها. طبعا ممكن يكون بالحالات اللي نقول أكثر شدة ممكن يصيب طول الأمعاء الدقيقة كاملة. وممكن يجي بحالات نادرة بنهاية الأمعاء الدقيقة. يعني أنت بتفوت بتلاقي بداية الأمعاء الدقيقة غير مصابة سليمة، ولكن بنهاية الأمعاء الدقيقة ممكن تكون لحالها مصابة. طبعا هاي الحالات قليلة كتير. قصدك بالتنظير يعني؟ بالتنظير ومكان الإصابة. يعني نحن عم نحكي عن مكان الإصابة. هلا إذا بدنا نفوت إنه شلون شو أعراضه مثلا، مين بينصاب فيه. اللي بينصابوا فيه طبعا كافة الأعمار ممكن ينصابوا، ولكن الأطفال بشكل خاص. نعم. هلا الأعراض السريرية اللي بتبين في له كتير أعراض. ممكن يجي لا عرضي. أول شيء لا عرضي يعني كامن، نحن بنقول زلاقي كامن. أو ممكن يجي بأعراض تانية مثل الإسهالات، نفخة، فقر دم، أو حتى عند النساء عقم، تأخر بالدورة. أيوة، ممكن كل هاي الأعراض تكون موجودة. يعني ما بيجي شكله مثل شكل الكولون العصبي مثلا دكتور، مشابه له يعني؟ مغص، آلام بمنطقة العفج مثل ما ذكرتم. هلا هو بشكل عام الداء الزلاقي ما مؤلم. مشان نعرف، هلا الداء الزلاقي ما مؤلم، ما بيسبب الألم اللي بنشوفه بباقي الأمراض للمريض يعني، إلا إذا اختلط. يعني إذا تطور الداء الزلاقي لمرض تاني تماما، فهون ممكن نشوف الألم. تماما. ولكن بشكل عام أعراضه أحيانا بتكون مشابهة لأعراض الكولون العصبي. ممكن قلنا يجي بنفخة لحالة، ممكن يجي بحس قرقرة مثلا نحن بنسميها، صوت الأمعاء الدقيقة. ممكن يجي بإسهالات. هاي الأعراض مشابهة للكولون العصبي، ولكن فرق بسيط إنه ممكن بالداء الزلاقي غالبا رح يكون في عنا فقر دم، رح يكون في عنا نقص بالعناصر الغذائية، بالكلس، بالمغنيسيوم، ورح يكون في عنا نقص وزن غالبا. ممكن يجي بس بنفخة، يعني بأعراض مشابهة جدا للآي بي اس. تماما. طب إذا بدنا نحكي عن الأسباب دكتور،
شو السبب لحتى ينصاب هالمريض هذا؟ يا ترى عامل الوراثة متهم بهالحالة؟ في أمور معينة بتأهب هالحالة هاي؟ هلا قبل ما نحكي عن الأسباب، مهم. إذا بدنا نحكي كمان في شغلة بننساها دائما، هي نقص النمو عند الأطفال. تماما. يعني في كتير أطفال بيجوا بنقص نمو، ممكن نقص النمو هذا يكون بسبب الداء الزلاقي. علامة مؤشرة يعني. إيه طبعا مهم. ممكن إذا نفينا الأسباب الغدية، نفينا الأسباب الثانية الجهازية، فممكن نحن أغلب الأحيان لازم ندور على الداء الزلاقي. تماما. الداء الزلاقي ممكن يجي بهاي الصورة، نقص نمو، بتلاقي الطفل متأخر بالنمو عن أقرانه أقرانه. يعني. وممكن يجي بس بفقر دم، تعبوها عاقلنا، نقص مغنيسيوم. وممكن أحيانا يتظاهر بأعراض خارج هضمية، مثل التهابات الجلد، أعراض تانية عصبية، ناتجة طبعا عن نقص المواد الغذائية. تماما أكيد. دكتور، هلا بقى موضوع التشخيص، يعني بالنسبة لكم كأطباء هضمية، شو يعني وسائل التشخيص بالنسبة لكم ما عدا الفحص السريري والقصة المرضية؟ هلا هو الفحص السريري كتير ضروري بكل مرض، بالأمراض أكيد. الهضمية كانت ولا كل الأمراض التانية. الفحص السريري هو اللي بيوجه المريض، الطبيب، تماما. نحو المرض. بينما الوسائل التشخيصية الأكيدة، قلنا نحن ممكن نحكي عن مثلا شغلات مخبرية مانا نوعية للداء الزلاقي، مهم. مثل فقر الدم، نقص الحديد، نقص الكلس، ارتفاع سرعة التسفل، ارتفاع المشعرات الالتهابية. هاي مانا نوعية للداء الزلاقي. مهم. ولكن في أضداد نوعية للداء الزلاقي، نعم. هاي بترتفع، ممكن عند 95% من المرضى يرتفعوا. والتشخيص الأكيد هو بالتنظير العلوي والخزعات. تماما. ما هذا يعني التشخيص النهائي بيعطيك تشخيص النهائي طبعا، تشخيص بتبين القطعة النهائي وين. نحن تنظيريا ممكن نشوف انه تأثير اذا كان مراحل متقدمة، ممكن عيانيا نشوف التأثير انه المخاطية ملمسها يعني مانو طبيعي، الذغابات ضامرة. وبعد الخزعة بيبين معنا بالتشريح المرضي على أكيد، وبيعطينا مرحلة المرض. المظهر. طب دكتور، من شوي حكيت موضوع مهم كتير اللي هو هيك السطر، كان موضوع انه تكون القطعة المصابة بآخر الأمعاء الدقيقة. بالتنظير العلوي بالنسبة لكم، إذا فتوا وعملتوا هالإجراء هذا وما بين شيء معكم، فبتلجأوا لوين؟ يعني بتلجأوا بالتنظير السفلي مثلا؟ هلا نحن بهاي الحالة إذا في عنا، إذا الشك عالي مثلا بالداء الزلاقي، مهم. وعندنا أضداد سريرية اللي هي الأضداد التي تي جي نحن بنقولها، تماما. أضداد الدي جي بي، هدول نوعيين للداء الزلاقي. طبعا هدول إذا كانوا عاليين فنحن بنساوي تنظير علوي. إذا ما لقينا شيء بالتنظير العلوي، ممكن نساوي تنظير سفلي مع الدخول لنهاية الدقاق اللي هي تماما. آخر قطعة من الأمعاء الدقيقة. تماما. نشوف منظرها، ناخذ منها خزعات. وممكن بحالات إذا كانت الإصابة بمنتصف الأمعاء الدقيقة، نلجأ للتنظير الأمعاء الدقيقة. تنظير الأمعاء الدقيقة هو تشخيص طبعا، بيعطينا تشخيص. أكيد. تمام. بنوجه تحية للمشاهدين والمستمعين اللي عم يسمعونا. أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور عقيد علي، اختصاصي بأمراض الهضمية. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا هام، من الحالات الشائعة اللي عم تزور عيادات الهضمية وعيادات الأطفال أيضا مثل ما ذكر الدكتور عقيد. موضوعنا لليوم هو الداء الزلاقي، بين قوسين بالعامية يعني يسمى سوء امتصاص. فبنوجه تحية للمستمعين اللي عم يشاهدونا، أيضا للي عم يبعتوا سلامات طبعا، مشكورين لكم. هلا وصلنا لموضوع العلاج بعد التشخيص. دكتور، العلاج كيف بيكون؟ هلا نحن العلاج هو العلاج مثل ما قلت لك، المرض بحد ذاته ناتج عن حساسية للجلوتين. تماما. الجلوتين هو البروتين الموجود بالقمح والشعير والشيلم. الشيلم طبعا ما بنزرعه بمناطقنا، بس في مناطق بيعتمدوا عليه، الشوفان مثل مصر كمان. الشوفان لا، مانو الشوفان لا. العلاج طبعا بيكون بحذف الجلوتين، حذف الجلوتين نهائيا من الحمية. طبعا في أخطاء بتصير إنه المريض مثلا حذف الجلوتين، بعد شهر شهرين ثلاثة بيلاقي حاله تحسن. صح. رجعت الأعراض تحسنت عنده، رجع الحديد ارتفع عنده.
بيعمل أضداد. هاي الأضداد نحن بنستعملها لنراقب استجابة المريض على العلاج، تماما. لنراقب مدى التزام المريض بالحمية. صح. فالمريض بيعمل الأضداد بيلاقيها نزلت. هاي طبعا هاي نحن المعيار الذهبي انه تنزل الأضداد ترجع للطبيعي والأعراض السريرية تروح تماما. فبيرجع المريض يبلش يرجع للجلوتين، يفكر حاله انه في شفاء تام طبعا يعني. فبيرجع للجلوتين وبترجع بنفوت بنفس الحلقة. فالعلاج طبعا مدى الحياة حمية خالية من الجلوتين. الجلوتين موجود بالقمح، بالشعير، منتجات القمح، الحلويات، المعكرونة طبعا تماما. كل شيء مصنوع من القمح. حتى في انواع من اللحم بتكون معدله فيها جلوتين غالبا، الشيبس، البسكويت، هدول كلهم لازم يكون فيهم الاهل اللي عم يعالجوا المريض لازم يكونوا على درايه بهاي الامور، يحذفوها من قائمه طبعا الأطعمة. كل شيء يعني كل جبنا شيء من الدكان بنشوف اذا فيه جلوتين ولا لا. ايوه اجباري. تماما. فالعلاج هذا بيكون في علاج دوائي مرافق للحاله هي ولا بس يعني هي موضوع الحميه يعني؟ هلا العلاج الدوائي بحالات قليله نادره لما يصير في عندنا التهاب عفج شديد او التهاب امعاء شديد ممكن احيانا نعطي شوط من الكورتيزون. تماما. ولكن العلاج الاساسي هو الحميه. تماما. اذا مريض الداء الزلاقي دكتور ما هو مريض مكس مشفى يعني الا اذا ترقت الحاله. قلنا مثلا الداء الزلاقي اذا المريض ما التزم بالحميه ممكن يتطور عم نقول مثلا امراض ثانيه ممكن. اهم الامراض اللي بيساويها هي الليمفوما. الليمفوما اذا ما التزم المريض بالعلاج ممكن يختلط الداء الزلاقي بالليمفوما، او مثل ما قلت لك التهاب الامعاء، التهاب العفج الصاعق. صح. هذا كمان من الاختلاطات المميته له. تماما. دكتور دائما نحن بنختم لقائنا بتوصيات من عند الطبيب الضيف، فعبر منبر بويار طبعا انتم مشكورين على الحضور الجميل والمعلومات القيمه. مجموعه من النصائح والتوصيات. هلا النصائح طبعا كل طفل نحن بننبه الاهل كل طفل عنده اعراض سوء امتصاص، كانت اسهالات، كانت نفخه، كانت نقص نمو، لازم ما نهمل هذا الموضوع، وبالاخص اذا في عندنا قصه عائليه. طبعا المؤهبين هن اكثر شيء يلي عندهم قصه عائليه، مثلا دور الوراثه بتلعب دور كتير بالداء الزلاقي. يلي عندهم امراض مناعيه مثل السكري، سكري نمط الاول خاصه، امراض الغده المناعيه، هدول مؤهبين للداء الزلاقي. تمام. فنحط ببالنا التشخيص والعلاج. العلاج مثل ما قلت لك حميه خاليه الجلوتين مدى الحياه. تماما. هي اهم التوصيات طبعا. كسؤال اخير قبل ما نختم لقاءنا، يعني مريض الداء الزلاقي خطورته ممكن لشو تؤدي يعني دكتور؟ هلا قلت لك الاكثر الاختلاطات الشائعه للداء الزلاقي هي الليمفوما، ما عدا نقص المواد الغذائيه، نقص الحديد، نقص الكلس، نقص المغنيسيوم، نقص B12 احيانا ممكن بالحالات المتطوره بيؤدي للليمفوما. طبعا هذا اخطر اختلاط له. تماما. شكرا لكم دكتور عقيد على المعلومات القيمه والحضور الجميل. شكرا لكم ولمتابعينكم، تحياتي. مستمعينا ومتابعينا للي سمعونا كانوا منضمين لنا، شكرا لحسن متابعتكم. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. على امل نلقاكم الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقه جديده. تضلوا بخير وسلامه.